النجمة نجوى فؤاد قررت تكشف لنا عن جانب جديد جدا من حياتها بعيد عن الأضواء والشهرة، وقالت إنها بقت تميل للهدوء والتأمل، وبتقعد تفضفض مع نفسها وتفكر في كل تفاصيل الحياة، وبتشكر ربنا على النعمة دي اللي قربتها منه أكتر. وقالت كمان في مداخلة تليفونية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل على قناة صدى البلد 2 إنها بطلت تروح العزاءات، وبتقول: كنت بروح ألاقي واحدة بتتكلم عن الطبيخ وواحدة عن الهدوم، فقلت خلاص كفاية، ولما أمشي إن شاء الله مش عايزة حد يمشي في جنازتي. نجوى فؤاد حكت كمان إن في بداية مشوارها الفني كان كل اللي شاغلها إنها تثبت نفسها وتنجح، خصوصاً إن الرقص الشرقي وقتها كان جديد على الناس، بس ده اللي خلى أصحاب الذوق والفن الحقيقي ياخدوا بالهم منها. ونهت كلامها وقالت: أنا مش بطلب من ربنا غير الستر والصحة لحد آخر يوم في عمري، ودي أكبر نعمة ممكن الإنسان يعيش بيها.